وجاء أيضا في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الرياء الشرك الأصغر. هكذا يقول شداد ابن أوس: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الرياء الشرك الأصغر. وهذا حديث صحيح، فالشاهد حديث حسن. فالشاهد أن هذا الباب باب خطير جدا جدا، وخصوصا في أهل الصلاح والعبادة والمسابقة إلى الخيرات. وأنا أخاف على كثير من الناس في الصيام في الاثنين والخميس في المساجد، وفيه فتاوى لعدد من علمائنا في هذا العصر أنهم يخافون على أهله الرياء، أنه يصوم الاثنين والخميس. هذه الأعمال يجب أن تكون بين العبد وبين ربه. في رمضان ما في إشكال، الناس كلها صائمة، صح ولا لا؟ أما أن يتعمد يأتي يوم الاثنين يقعد الحالة ولا معه 2 أو 3 ليري الناس، يخاف عليه والله، ولا يأمن أن الشيطان يتسلط عليه. افطر في بيتك وتعال. ولذلك في هذا في فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله جميلة جدا في هذا الكلام. فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه في هذا الباب، فنسأل الله العافية والسلامة، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا وعلى إخواننا المسلمين أعمالنا جميعا، وأن يخلصنا وإياكم من هذا الشرك. نسأل الله السلامة منه. نعم.